كيفاش يوتيوبرز كانوا مشهورين بزاف وكلشي كيعرفوهم مع الوقت يتنساو ويولي ما كيعرفوهم حتى شي واحد. داكشي علاش في هذا الفيديو جبت لكم يوتيوبرز اللي كانوا مشهورين بزاف وكانوا تيجيبوا ملايين المشاهدات ولكن مع الوقت تنساو وفقدوا الشهرة ديالهم. ونبداو بأمين راغب. أمين راغب يوتيوبر ومدون مغربي اللي حل أول مدونة ديالو في سنة 2009 باسم مدونة المحترف، واللي كان الدومين ديالها داير على التقنية بحال الهاكين والأمن المعلوماتي ومواضيع كتهضر على أي حاجة عندها علاقة بالتقنية. وأمين راغب خدام على هاد المدونة تخيل معايا لمدة ديال عامين عمرو دخل منها شي ريال حيت ما كانش معروف. داكشي علاش في سنة 2011 يقرر يحل لواحد القناة اللي وصلت لكل شيء واللي عاونت بزاف ديال الناس يوليو كيفهموا في مجال التقنية الا وهي قناة المحترف للمعلوميات. امين بدا خدام على هاد القناه ولاح اول فيديو فيها بعنوان كيفيه تثبيت موديم طرواجي، ومن هاد الفيديو امين راغب كيلوح فيديوهات في يوتيوب وفي نفس الوقت خدام على المدونه ديالو. وفي هاد الوقيته امين كان باقي تيقرا ولكن بحكم الحاله الماديه ديالهم اللي كانت عيانه فكان الاب ديالو ديما تيضغط عليه باش يمشي يقلب على خدمه. تيقول لي هذا غير جالس هنا ما كدير والو، هذا الفريع انت غير جالس اشوف سيادك راه هما خدامين وانت غير جالس. حيت ما كانوش امثله دابا ما كاينش حتى شي واحد تقول لهم انت خدام في الانترنت ما تيفهموش هما هاد الهضره هادي. امين راغب واخا كان تايق في البروسيس وكان عارف بلا راه داكشي اللي كيدير غادي يبدا يدخل له فلوس، ولكن ما كان عنده حتى شي حل اخر فمشى دخل يخدم في واحد الشركه ب 1500 درهم واللي ما كانش امين راضي عليها. خدمت في هاد الشركه غير باش يعني نوعا ما الوالد ما يبقاش فارع عليا راسي باش يقول لي هو كيقول وراه عندي ولد خدام. والمشكله انه واخا انا خدام في هذيك الشركه ما مقتنعش بهذاك الشيء اللي كندير في هذيك الشركه، لانه اولا كانوا كيدمروا علينا وما كانوش كيعطيونا الفلوس، ما كانوش يعطيونا، ما كنتش كنتخلص مزيان. امين هو خدام في هاد الشركه في نفس الوقت كان باقي تيدير يوتيوب والبلوغين حتى لواحد النهار غادي يجي الفرج وغيدخل اول 800 درهم ديالو من جوجل ادسنس. امين فرح مشى قالها لباه ولكن الاب ديالو ما تاقش به، قال له سير للبنكه جيب دوك الفلوس في يديك عاد غادي نثيق بك. فعلا امين مشى للبنكه وعطاوه هذيك 800 درهم وكان فرحان بالجاد، فمشى ورا دوك الفلوس لباه وقال له شوف صافي انا غادي نخرج من الخدمه. مشيت للبنكه وتخرجتهم وشافوه من نهار فاش شاف هذيك 800 درهم داك النهار عطاني كيسان. نهار قلت لهم بغيت نخرج من الخدمه قالوا لي انت اللي تعرف اش دير. ومن هنا غادي تبدا القصه ديال امين راغب، حيت من هاد اللقطه امين ولا تيلوح فيديوهات يوميا في يوتيوب وفي نفس الوقت خدام على المدونه ديالو. وفعلا امين بدا تينجح والفلوس بدات كتدخل وبدا تيحقق واحد الشعبيه اللي كبيره حتى سنه 2012. امين راغب غادي يتلاقى بالسيمو لايف وغادي يديروا اشهار لواحد الفورماسيون ديال الاي كوميرس، وبحكم ان امين ما كانش يفهم في الاي كوميرس غيبقى تيروج لديك الفورماسيون بلا ما يسول، ولكن اللي ما كانش عارف امين هو ان هاد الفورماسيون كانت عيانه، وبحكم ان البوبليك ما كانش يعرف السيمو لايف فكل شيء ولا كيتهم امين راغب بلي نصب عليهم. امين راغب تحطم في هاد الوقيته ديال بصح حيت كان واحد الانسان اللي موثوق ولكن سرعه نامه ولا كل شيء تيتهموا بالنصب. داكشي علاش غادي يخرج في واحد الفيديو واللي غادي يوضح فيه البلان ديال السيمو لايف. فاش ولاو الناس كيعايروني انايا، كيقول لك انت اللي وريتيه لينا، انت اللي درتي لنا، انت اللي ملي جيت نشوف هذاك الشيء اللي هذا السيد نشر للناس لقيت هذاك الشيء ماشي هو هذاك، لقيت هذاك الشيء يعني استغليت. ومن مورا هاد البلباله اللي نط على امين فغادي يرجع لليوتيوب ولا كل خطره كيحط فيديو جديد وكيشرح فيه شي حاجه، حتى داز من انه ولا تيشرح مواضيع اللي عندها علاقه بالتقنيه المواضيع اللي عندهم علاقه بالربح من الانترنت بحال موقع ايطورون اللي دخل منه امين راغب اكثر من 100,000 دولار. ولكن فاش ولا امين تيهضر على هاد المواضيع ديال الربح من الانترنت فولاو تيجيوه بزاف ديال التهديدات، بمعنى دخل انت فلوس وما توريش للناس باش ما تكبرش المنافسه. كيوصلوا لي ميساجات باش ما باقيش نكمل. داكشي علاش في سنه 2018 امين راغب يقرر يعتزل من الويب حيت ولا تيخاف على راسو. علمت على انه راه ما بقاش ليا معكم بزاف وانني غادي نغادر وغادي نوقف جميع نشاطاتي في الويب، مي غادي نغبر من الويب. وفعلا امين من هاد اللحظه ما بقاش امين راغب اللي تنعرفو حيت ولا تيغبر بزاف وكيرجع مره وتيعاود يغبر والتفاعل عنده بدا تيطيح، وهذا الشيء راجع لبزاف ديال الاسباب منهم هاد المواضيع هادو ما بقاوش يعجبوا البوبليك، وفي نفس الوقت امين ما بقاش مهتم حتى هو باليوتيوب حيت في هاد الوقيته بالضبط امين كان تعمق بزاف في الربح من الانترنت، الشيء اللي خلاه ما بقاش يعتمد على جوجل ادسنس كمصدر دخل رسمي بل ولاو عنده بزاف ديال المشاريع في الاونلاين وفي الاوفلاين. ولكن واخا هادشي كامل امين
ولكن بقى تيحط في يوتيوب مره حتى 6 اكتوبر في سنه 2022 غيلوح اخر فيديو ليه في القناه الرسميه ديالو قناه المحترف، ومن موراها غيغبر تقريبا المده ديال 3 سنين حتى ل 25 يوليو في سنه 2025 غيخرج بواحد الفيديو اخر، ومن موراه غادي يعاود يغبر من اليوتيوب الى يومنا هذا لواحد المده اللي اكثر من 3 شهور. وبهكا غيكون امين راغب تحول من واحد اللي كان حاكم اليوتيوب المغربي واللي كان تيجيب الملايين ديال المشاهدات لواحد اللي ما بقى تيهضر عليه حتى شي واحد. امين اسطوره وما يمكنش تسول شي واحد ويقول لك لا ما تنعرفوش، ولكن هو اللي ما بقاش باغي يبقى مشهور. وواخا هادشي كامل راه باقي مره تيخلق الجدل. فمثلا اخر مره فاش هضر على البنات اللي تسربوا لهم تصاوروا معاه، كاين دابا واحد 2 كونت فيهم لي جيجا، شوف لي جيجا لي فيديو، لي جيجا ديال اللي تتصاور الدريات في السناب شات. ومن امين راغب نمشيو لعند واحد اخر واللي حتى هو كيتعتبر من اساطير اليوتيوب المغربي الا وهو حوحو او حسين ميزواد، يوتيوبر مغربي اكثر من 2 مليون مشترك في القناه ديالو، واللي بدا يوتيوب في سنه 2011 بمحتوى عنده علاقه بالهاك او الاختراق. وبحكم ان هاد المواضيع ماشي قانونيه في اليوتيوب فحوحو غادي تسدلو القناه الاولى، داكشي علاش غادي يحل القناه الثانيه في سنه 2012، وهي القناه اللي كلكم عرفتوه بسببها، قناه حوحو 1981 فول. وغيلوح اول فيديو في هذه القناه بعنوان شكرا لكم حوحو 1981 فول. من بعد إغلاق القناة فكرت نهائيا أنني خلاص سوف أتخلى عن القناة وعن متابعة الأمر نهائيا وأخلد خلاص لحياتي الخاصة، ولكن فاجأني هذا الحب الكبير منكم. وفي هذه القناة حوحو بدل المحتوى ديالو حيت بعد على الاختراق ولا كيدير فيديوهات على التقنية، الشيء اللي خلاه يعاون بزاف ديال الناس. وسبحان الله حتى حنا في ديك الوقيته كاملين كنا مهتمين بهذا الكونتنت، كنشوفكم مسخوط حتى انت كنتي مدخل الروت في التليفون داك الكينغروت وكتقطع الويفي على الناس في القهوه وكتبقى شادو غير انت بوحدك. عقت فيك الا كنتي درتها خليها لي في التعليقات. المهم حوحو كان كيلوح بزاف ديال الفيديوهات واللي كانوا تيعجبوا بزاف ديال الناس، الشيء اللي خلاه كل نهار كيزيد يتشهر اكثر واكثر حتى سنه 2016. في هذه الوقيته غادي تبدا واحد الموجه ديال الكليك بيت، وحوحو شد هاد الكليك بيت واستعملو بواحد الطريقه اللي راه ما يمكنش، بحال هذا الفيديو اللي سماه شاهد كيفيه تجعل كاميرا هاتفك تصور الناس بدون ملابس، الشيء اللي خلاه بدا تيفقد بزاف من المتابعين ديالو وحتى من امين راغب اللي بدا تيهضر عليه في اللايفات. انا راه والله ما تيقت، اقسم برب الكعبه والله القسم الا تصدمت. عرفتي ملي شفت واحد شي عناوين، واش عباد الله شاهد الناس عورات، شوف الناس عريانين بالتطبيق اندرويد والخميري كيقولوا ليه وزين هادشي واكمل احسنت احسنتين على الجد. ومن هنا غادي يبدا واحد من اقدم البيفات في اليوتيوب المغربي بين امين راغب وحوحو. هنا امين راغب غادي يتحدى حوحو باش يديروا مناظره في المغرب ويشوفوا شكون هو احسن تقني، ولكن بحكم ان حوحو كان عايش في اسبانيا وكان غير حارق غيجاوب امين راغب وغيقول له بلي راه ما غيقدرش يجي للمغرب حيت مازال ما قد الامور ديالو القانونيه، وغادي يقول لامين راغب باش يمشي لعندو لاسبانيا ويديروا ديك المناظره في اسبانيا النيت. يسعدني اولا أنك وافقت على هذه المحاضرة أو على هذه المناظرة رغم عدم إمكانيتك للمجيء إلى المغرب، وبالتالي كون أنك لن تأتي إلى المغرب إلا في شهر ماي سأكون سعيد جدا لو ترسل لي دعوة لكي أحضر إلى إسبانيا والقيام بهذه المناظرة معك إن شاء الله. سأشرع في تحضير الأوراق. ولكن من مور هادشي ما كانت لا مناظرة لا والو، بحكم أن حوحو بقى مكمل في الكليك بيت وزاد فيه كاع الشيء اللي ما عجبش أمين راغب. نحن نقوم بمناظرة مع أناس اصلا ما كان عليه اصلا ان اصل الى ذلك المستوى، ولكن من مور هذا الشيء حوحو ما سمع لا الامين راغب لا حتى واحد وبقى مكمل في الكليك بيت، الشيء اللي خلى بزاف من المتابعين ديالو يحقدوا عليه وكاين اللي ما بقاش يحملوه كاع، الشيء اللي خلى التفاعل عند حوحو يبدا ينقص تدريجيا وحتى هو بدا تينقص الحماس ديالو من جهه يوتيوب حيت بدا تينقص في الابلود ديال الفيديوهات حتى 2 اكتوبر في سنه 2020. حوحو غادي يلوح اخر فيديو في القناه ديالو وغيغبر من موراها لكثر من 4 سنين حتى 9 ابريل في سنه 2025. حوحو غيرجع بواحد الفيديو اللي سماه ارجوكم ساعدوني حوحو يبكي ويطلب منكم المساعده. من مور هذا الفيديو حوحو غادي يزيد يحط واحد الفيديو اخر واللي من موراه غيغبر الى يومنا هذا لواحد المده اكثر من 5 شهور، ونتمناو يكون بخير وسوى الامور ديالو في اسبانيا، وحوحو كيبقى واحد من اساطير اليوتيوب المغربي الله يسهل عليه.
ومن حوحو غادي نمشيو لعند واحد اليوتيوبر مغربي واللي عنده واحده من اكبر القنوات في المغرب او في العالم العربي كامل الا وهو يس بليس. يس بليس يوتيوبر مغربي باكثر من 7 مليون مشترك في القناه ديالو، كان واحد من اكبر القنوات في اليوتيوب المغربي كامل، واللي بدا يوتيوب في سنه 2015 محتوى ديال الجيمين باول فيديو في القناه ديالو بعنوان هالف لايف ميشن 1. في الفيديوهات ديال يس بليس ما كانش مشهور وكان كيدير فيديوهات بالدارجه المغربيه، ولكن واخا كان التفاعل قليل يس بليس بدا تيحط فيديوهات ديال الجيمين في يوتيوب كل خطره جيم جديده حتى سنه 2017 غيبدا واحد السلسله اللي غتبدل ليه حياته الا وهي GTA 5. صباح جميل ورائع. أتساءل الآن كم الساعة؟ اقتربت 12 زوالا. لقد تأخرت كثيرا. من نهار يس بليس بدا هاد السلسله وهو تيتشهر نهار على نهار، وزيد عليها بحكم ولا تيدير فيديوهات باللغه العربيه الفصحى فبدا كيستهدف جماهير من العالم العربي كامل. وبصح يس بليس بدا تيكسب واحد الشعبيه اللي كبيره في العالم العربي، لدرجه في واحد الوقيته كانت قناه يس بليس كتعتبر هي اكبر قناه العاب في العالم العربي كامل. تخيل معايا. وحتى يس بليس ما كانش معكاز، فكان كل نهار كيلوح فيديو جديد ديال GTA 5 وبقى هكا سنين وتيلعب GTA 5، ولكن مع الوقت بداو تيوقعوا له مشاكل في الكونتنت ديالو. فمثلا في سنه 2020 يس بليس تخترقت ليه القناه ديالو بعدما تم تهكير حسابي الخاص بروكستار جيمز. لقد تم تهكير قناتي الرسمية في اليوتيوب. من مور هادشي يس بليس قدر يرجع القناه ديالو وبدا تيحط فيديوهات فيها على GTA 5 النيت، ولكن مع الوقت GTA 5 بدات كتموت والناس ما بقاش يعجبهم هذا الكونتنت، وزيد عليها حتى الالغوريثم ديال اليوتيوب تبدل، الشيء اللي خلى القنوات ديال الجيمين يبدا يطيح لهم التفاعل. ومن ضمن القنوات اللي بدات يطيح لهم التفاعل قناه يس بليس. المشاهدات في بعض الأحيان ترتفع، في بعض الأحيان تنزل. المقاطع التي كانت تحصل على دعم مميز لم تعد تحصل على دعم مميز. ولكن واخا هادشي يس بليس بدا تيحط فيديوهات في يوتيوب كل نهار، ولكن للاسف التفاعل كان كل خطره كيزيد يطيح اكثر واكثر، حتى ولا من واحد اللي كان حاكم اليوتيوب في مجال الالعاب واللي كان تيجيب ملايين المشاهدات في الفيديوهات ديالو، لواحد اللي ما بقاش كيقدر يوصل حتى ل 50 ديال المشاهدات في الفيديوهات ديالو. هل أنا حزين لأن قناتي ماتت؟ بطبيعة الحال حزين. أردت من كل قلبي الاستمرار معكم، لكن مع الأسف يا أصدقائي الأمور لا تبشر بالخير. يس بليس تا هو كتعتبر من اساطير اليوتيوب المغربي او اليوتيوب العربي كامل في مجال الالعاب، ومازال غادي يزيد يتفرقع. وعلاش اللي وصل ل 10 ديال المليون مشترك، خصوصا ان ما بقى والو وتخرج GTA 6. يوسف دليل يوتيوبر مغربي اللي بدا يوتيوب وهو صغير بزاف، وبالضبط في سنه 2017 باول فيديو في القناه ديالو بعنوان حنا المغاربه. الفيديو اللي بدا تيناقش فيه موضوع على المغاربه بواحد الطريقه اللي كوميديه. في الفيديو غنهضروا على واحد الموضوع اللي كلشي دارو والله جاني ندوي عليه. هو الموضوع اللي هو حنا مغاربه. من هذا الفيديو يوسف حرفيا غيبدا اليوتيوب، حيت من مور هذا الفيديو يوسف يخرج بواحد جوج فيديوهات، واللي الوحيد اللي كان دارهم قبل منه هو ايمن السامباي. اكيد عرفتوا هاد الفيديوهات. الفيديو الاول اللي سميتو بلودي ماري. برودي ماوي لا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صافي اسمع لي اللعب. والفيديو الثاني ديال تحدي رجل منتصف الليل. صندالتي اعوذ بالله كتحرك. هاد جوج فيديوهات فريمون مشاو فايرال في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكل شيء عجبوه وفي نفس الوقت كل شيء ضحكوه. ديال واحد الدري صغير اللي بغى يقلد ايمن سينباي، غير هو الحاجه اللي شعراتو هي ديك الشخصيه ديالو، هذيك الكلمه ديال سلو دابا حنا ندخلوا ورا. يوسف من مور هاد جوج فيديوهات هادي يسمح في هاد المحتوى ديال الرعب في خطره ويرجع للمحتوى ديال السكيتشات والكوميديا. وبصح يوسف قدر يعطي في هاد المحتوى وكان تيجيب ارقام مزيانه بملايين المشاهدات، فكانت خطوه ذكيه من يوسف فاش قرر يكمل في هاد الكونتنت، حيت كان بصح تيضحك. وفي نفس الوقت هاد المحتوى كان ترند في المغرب وكيعجب كل شيء، وبزاف ديال اليوتيوبرز كانوا تيديروه ولا على الاقل بداو به، بحال ايمن بوسلهام. فيوسف بقى مكمل في هاد الكونتنت وكان غادي مزيان، ولكن هو تيكبر هاد المحتوى بدا كيموت، وحتى هو بدا تيفقد الشغف ديالو من جهه اليوتيوب. داكشي علاش بدا كيغبر بزاف. وفي التاريخ ديال 5 ديسمبر في سنه 2021 يحط اخر فيديو في هذا المحتوى ديال الكوميديا، باش من موراها يغبر تقريبا لمده ديال 3 سنين. ومن مور هاد المده كامله يوسف غادي يرجع بواحد الفيديو بعنوان اول عرض باركور في الشارع. علاش غبرت لكم عامين من هاد الفيديوهات، راكم عارفين القرايه والباك. المهم يلاه شديت الباك الاخوان. من مور هاد الفيديو يوسف غادي يمشي لامريكا، وهنا غادي يبدا يصور فلوق
فلوقات ويولي كيعطي نصائح. من بعد الباك كانت عندي واحد الوجهه انني غادي نقرا في ميريكان، ولكن او من طون كنت كنبريبار لي كونكور لانسان الا ما صدقتش البلان ديال الميريكان الدراسه فهمتيني خارج الوطن، ضروري تصدق لك شي حاجه في الوطن تما تقولوا توصل. في الاول فاش يلاه بدا هذا الكونتنت كان واحد كان غابر من اليوتيوب لواحد المده اللي طويله، فالارقام ديالو كانوا مزيانين، ولكن مع الوقت التفاعل بدا كيطيح حتى ولا ما بقاش يقدر يوصل حتى ل 50,000 مشاهده. وبهكا يوسف داليل غيتحول من واحد الدري صغير واللي كان تيدير فيديوهات اللي بسيطه بواحد المحتوى اللي كان كيعجب بزاف ديال الناس لواحد الشخص اللي كبر واللي كنظن بلي فقد الشغف في صناعه المحتوى. وبسبب هادشي الارقام بدات كطيح، حتى ولا الا دخلتي عنده القناه ديالو وشفتي غير الفيديوهات الاخيره اي صحابك بلي غير زيد سبسكرايبز. حسن غونزاليس يوتيوبر مغربي بأكثر من 2 مليون متابع في القناه ديالو، واللي بدا يوتيوب في سنه 2016، واللي بدا بالمحتوى ديال السكيتشات باول فيديو في القناه ديالو بعنوان التصاحب، الفيديو اللي بدا كيطلع فيه على التصاحب في المغرب. اليوم حبايبي جيت ندوي لكم على واحد الموضوع مشهور بزاف، الموضوع ديال المو ديال التصاحب. غنبداو ان شاء الله بالسنفور كي كيتعرف على السنفوره. حسن بقى مكمل في هذا الكونتنت وكان تيجيب ارقام مزيانين، ولكن كان بغى اكثر، وهنا غادي تطيح عليه الفكره ديال المحتوى اللي غادي يخليه في مده قصيره يوصل لاكثر من نص مليون متابع، واللي هو المحتوى ديال الافلام القصيره. بدا يجيب افلام قصيره. اولاد حياتي من 0 ابوني المليون شي 500,000 في ظرف 3 شهور تقريبا. حسن جرب هذا الكونتنت وبانوا ليه الارقام مزيانين، حتى الفيلم الاول الفيلم الثاني الارقام كانوا مزيانين، ولكن هو كان طامع في المليون. بدا كيفكر وغادي يحط واحد الفيلم بعنوان حب من طرف واحد. شي هضره تانتي قولك صاحب بوم، هذا الفيديو غادي يجيب له اكثر من مليون مشاهده. هنا حسن فهم واحد البلان، واللي هو الا دار شي فيديو فيه شي بنت وكتب في العنوان كان يحبها عندما كان فقير، وهذا النوع نتاع العناوين يبقى يجيب مشاهدات. وبالفعل داكشي اللي كان، حسن غونزاليس بقى كيكثر من هاد الفيديوهات وبدا تيجيب ملايين المشاهدات على كل فيلم، وبطبيعه الحال هاد الارقام كان كيجيبهم في الافلام اللي فيهم بنات في مينياتور. المهم حسن بدا تيحقق واحد النجاح اللي كبير، ولكن بسبب الكونتنت ديالو كانوا عنده بزاف ديال الهيترز وبزاف ديال الناس ما كانوش يحملوا هذا المحتوى، الشيء اللي خلى بزاف ديال اليوتيوبرز يطلعوا عليه بحال الشياطه وبوطاطو حمريطه. وبهكا غتنوض واحد الدراما ديال الكلاشات بين حسن غونزاليس وهاد اليوتيوبرز، واللي وصلت لانهم يبداو يتكلاشوا بالديستراكات. وهنا حسن غادي يخرج واحد التراك لي اسطوري واللي دابا فيه 9 ديال المليون مشاهده. سالا هاد البلان، وغونزاليس رجع بدا كيحط افلام قصيره، وهنا غادي يتلاقى بواحد البنت واللي كانت تتمثل معاه وقرر يتزوج بها، وبالفعل تزوجوا. وهنا حسن غونزاليس غيبدل الكونتنت ديالو ولا تيدير محتوى ديال المقالب هو ومرته. غير هو المشكل في هذا المحتوى ديالو الجديد هو لي مينياتور والعناوين واللي بصراحه كانوا كرينج. واخا هادشي الا ان التفاعل ما طاحلوش، بقى تيجيب نفس عدد المشاهدات اللي كان تيضرب في الافلام القصيره، الشيء اللي خلاه بقى مكمل في هذا الكونتنت وكان تيحط بزاف ديال الفيديوهات. حتى لهاد السنين الاخره حسن غونزاليس بدا تيغبر بزاف على اليوتيوب، ومره كيرجع حتى للتاريخ ديال 12 مارس في سنه 2024 حط اخر فيديو في القناه ديالو بعنوان اول نهار في رمضان روناها، ومن هذا الفيديو يغبر تقريبا لمده ديال 9 شهور حتى للتاريخ ديال 12 في سنه 2024 اي حط اخر فيديو في القناه ديالو بعنوان تحدي الاسئله مع التوأم ديالي. اخوان اليوم عندنا واحد التحدي ان شاء الله، واول مره في القناه ديالي غادي يبان معايا الاخ ديالي والاخ ديالي اكبر، هذا ديجا كتعرفوا الاخ التوأم والاخ الاكبر والاخ الاكبر. ومن هذا الفيديو حسن غونزاليس يغبر من اليوتيوب الى يومنا هذا لكثر من عام، ومن عدد المشاهدات على الفيديوهات ديالو الاخيره غتعرف بلي حسن غونزاليس ما بقاتش عنده ديك الشعبيه بحال شحال هادي، حيت غير تحول من واحد اللي كان تيجيب ملايين المشاهدات في الفيديوهات ديالو القديمه لواحد واللي ولا بزز باش كيوصل ل 100,000 مشاهده في اخر الفيديوهات ديالو. ولكن هادشي اللي غادي يوقع لأنس بنيس العكس ديال هادشي تماما. أنس بنيس يوتيوبر مغربي واللي شفناه لاول مره في يوتيوب في واحد القناه اللي سميتها الشياطه، وبالضبط في اول فيديو في هذه القناه. الدراري غندير واحد الصانير جديد ونبقى نديرو فيه داكشي اللي صايد، ما حنا مشهورين بزاف 300 خويا سعد الله الشيء بالروز ولا
بقاو شي سميه بالله صافي فكروا معنا شي سميه. من هذا الفيديو غتبدا الكارير ديال احسن جروب في اليوتيوب المغربي، واللي كان الكونسيبت ديالهم هو يبداو يطلعوا على اي حاجه كانت ترند في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا عامه. وبسبب الكونتنت ديالهم غادي يدخلوا في سلسله ديال البيفات مع بزاف ديال اليوتيوبرز بحال امين راغب، سكوزا، ادم حمريطه، بوطاطو وبزاف ديال اليوتيوبرز اخرين واللي كانوا حاضرين في سنه 2017. غادي يقول لك بنادم لا ماشي الزنقندة تضحكني هذا تيعجبني وموصف تضحكني ايش ويني فيه. انس بنيس كان شخصيه رئيسيه في الجروب ديال الشياطه، وكان هو اكثر واحد كيلوح نوايط وكيضحك، الشيء اللي خلى اي واحد بغى يكلاشي الشياطه فكيكلاشي انس بنيس بالنويطه الشهيره. غادي نضحكوا على بوسلاقم. انس بنيس انس بنيس انت كنتي كضحكني حيت انت كانوا عندك الشلاقم كبار. الشياطه كملوا بهذا الكونتنت وحطوا اكثر من 40 فيديو، وغير بهذا العدد ديال الفيديوهات اللي كان نوعا ما قليل قدروا يخليو المغرب كامل تيعرفوهم. ولكن للاسف التاريخ ديال 16 شهر 7 في سنه 2019 اي خرج اخر فيديو في القناه ديال الشياطه بعنوان مختفون، ومن هذا الفيديو ما بقات حتى شي فيديو في القناه ديال الشياطه الى يومنا هذا. والسبب حنا ما كملنا الشياطه حيت هذا السيد هذا مشى للشينوا، اللي خرجت عليهم هذا مشى للشينوا ما بقاش معنا، وهذا مشى لمراكش يقرا. هنا الدراري كاملين غبروا لواحد المده، ولكن من بعد غادي يرجع انس بنيس وايوب حمداوي في واحد القناه اخرى واللي سميتها كلشي، واللي بداو كيحطوا فيها فيديوهات واللي كانوا عباره على رياكشن وفي نفس الوقت كيطلعوا على اي حاجه رياكطاو عليها. هاد القناه حتى هي قدروا يطلعوها وقدروا يوصلوها لاكثر من مليون مشترك، وهذا الشيء حيت خدموا فيها بزاف ولاحوا اكثر من 200 فيديو. ولكن للاسف حتى هاد القناه ما قدروش يكملوا فيها، حيت في التاريخ ديال 17 شهر 5 في سنه 2023 يحطوا اخر فيديو بعنوان اللي طاح في المقله الثقله، ومن هذا الفيديو ما بقات حتى شي فيديو في القناه ديال كلشي. والسبب غادي يشرحوا لنا ايوب. اولهم البيزنس، واحد شويه البيزنس فهمتيني قاس الفريندشيب ديال وما كاينش اللي مونطي لينا المونتاج ديال كلشي، دونك هادشي علاش ما بقيناش كنلوحوا. هادشي بالاضافه لان ايوب حمداوي مشى يكمل قرايته برا المغرب، الشيء اللي كيعني بلي باش يكملوا ولا صعيب بزاف حيت كل ولاو عنده المشاغل ديالو، وبهكا غادي يحبسوا الابلود في القناه ديال كلشي. ولكن ايوب حمداوي كانوا عنده جوج ديال القنوات اخرين، القناه الاولى اللي سميتها بينوكيو واللي كان تيدير فيها الرياكشن على الموسيقى، والقناه الثانيه اللي سميتها ايوب حمداوي واللي كان كيصور فيها فلوكس في اوروبا. واللي فاش حبست كلشي ايوب ما حبسش الابلود في هاد القنوات بجوج، بل بقى خدام عليهم. وفي الجهه الاخرى غادي نلقاو انس بنيس كون واحد التيم اخرى واللي سميتها التمساح بنفس التيم ديال الشياطه. الفيديوهات كانوا شبعانين الضحك واللي كانوا مره كيصادفوا ضيوف وكيبقاو خالقينها معاهم. او ماي جاد وات از ذيس عمو؟ وواخا هادشي الا ان ايوب قدر يكمل في يوتيوب، واخر فيديو حطو في القناه ديالو ما كملش عليه شهر، واخر فيديو بان فيه في 26 شهر 1 في سنه 2026 في واحد الفيديو مع امجد. وانس بنيس حبس يوتيوب في خطره، واخر مره بان فيها في 15 شهر 3 في سنه 2025 في واحد الفيديو مع بينوكيو في القناه ديالو بعنوان واش كلشي رجعات. ومن هذا الفيديو انس بنيس بقى غابر الى يومنا هذا بغبره اللي ضمت اكثر من 10 شهور. تقدروا تسمعوا 10 شهور تقولوا راه مده قصيره، ولكن هذا الفيديو اللي بان فيه انس بنيس مع بينوكيو راه غير فيديو داز، حيت قبل من هذا الفيديو انس راه كان غاب للمده ديال 3 سنين. وبهكا يختفي واحد من اكثر الشخصيات خلقا للجدل في اليوتيوب المغربي، واللي تعرف بالهيومر ديالو والشخصيه ديالو، واللي بسببهم قدر يفرض راسو حتى ولا كلشي تيعرفو. ولكن للاسف كثرت ما غبر بزاف بدا تيتنسى وما بقى تيهضر عليه حتى شي واحد. فعلاش انس بنيس اختفى من اليوتيوب؟ الا عندك شي فكره خليها لي في التعليقات. وندوزو لواحد من اشهر الشخصيات في اليوتيوب المغربي في لعبه فري فاير، جمال هيروشيما. جمال هيروشيما يوتيوبر مغربي باكثر من 2 مليون متابع في القناه ديالو، واللي بدا يوتيوب في سنه 2019 في البيك ديال لعبه فري فاير. جمال غيحط اول فيديو في القناه ديالو بعنوان كيفاش كيلعب سكواد هيروشيما الاوائل في العالم. في هذا الفيديو جمال ما هضر ما بين وجهه، بل حط فيديو ديال فري فاير واللي كان تيقتل فيه المنافسين ديالو. الفيديو مشى فايرل، خصوصا ان الوقيته اللي حط فيها جمال هذا الفيديو فري فاير كان كلشي تيلعبها، الشيء اللي خلى جمال بقى مكمل في هذا الكونتنت. ومع الوقت شوي
بشوي بدا كيبين وجهه. فجمال بقى مكمل هكا، كل خطره فكره جديده، فيديو جديد. الفيديوهات اللي كان تيوري فيهم المهارات ديالو في فري فاير، وشي خطرات كان كيشرح بلانات بحال الاعدادات وكيفاش تجيب هيد شوت، وبعض المرات كيدير كيفوي على الجواهر. هادشي كان ناضي وبدا كيعجب كلشي، الشيء اللي خلى جمال بدا كيكسب واحد الشعبيه اللي كبيره، وعشاق فري فاير كلهم ولاو كيعرفوه، خصوصا في 2020 الوقيته ديال الكونفينمون. جمال غير تفرقع وبدا كيجيب ملايين المشاهدات، ولكن مع الوقت فري فاير بدات كتفقد الشعبيه ديالها، وما بقاش هذا المحتوى تيجيب الارقام اللي كان تيجيب في الاول. الشيء اللي خلى بزاف ديال اليوتيوبرز اللي كانوا تيديروا هذا الكونتنت بداو كيحبسوا واحد بواحد. الا جمال هيروشيما ما حبسش، بل بدا تيجرب بلانات اخرين، بحال انه يدير كولاب مع يوتيوبرز اللي بعاد على المحتوى ديال فري فاير. شوف داركم غيتا عايشين والفلوجز واش الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوج جديد مع جمال هيروشيما. وبعض المرات كان كيجرب العاب اخرين. فيديو اليوم الدراري غادي نلعبوا اساسن كريد فالهالا. فاش بدل جمال هيروشيما المحتوى ديالو، واخا بعد على المحتوى ديال فري فاير، ولكن بدا تيجيب ارقام مزيانين، واخا بطبيعه الحال هاد الارقام كانوا طايحين مقارنه بالارقام اللي كان تيجيب فري فاير، الارقام اللي جمال ما كانش راضي عليهم، الشيء اللي خلاه يرجع لفري فاير واخا بدات كتموت. فبقى مكمل فيها، وفي نفس الوقت التفاعل كان كيطيح فيديو مور فيديو، حتى ل1 يناير في سنه 2025 جمال حط 2 فيديوهات واللي ما قدروش يوصلوا حتى ل 100k، الشيء اللي خلاه من هذا الفيديو يغبر من اليوتيوب الى يومنا هذا بغبره اللي دامت اكثر من عام. واش حيت فري فاير فقدات الشعبيه ديالها خلات جمال هيروشيما يحبس؟ ممكن، حيت بزاف ديال اليوتيوبرز بحالو كانوا مشهورين بزاف باللعب والمهارات ديالهم في فري فاير، حبسوا كاملين بحال سي بلوس او وايت، واللي بطبيعه الحال الا بغيتو عليهم شي فيديو خليوها لي في التعليقات. وبهكا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. داكشي علاش الا عجبك خلي معاك ديك لايك وسبسكرايب، وكان معكم خوكم الكوستو، تهلاو ونتشوفوا فيديو جديد.